أهلا بالجميع. خلال حفل تخرج ضباط القوة البرية في الجيش الجزائري لفت الأنظار مشروع صاروخي يحمل اسم بنبولعيد واحد. هذا المشروع قدمه طلبة الضباط في إطار الأعمال التقنية والعلمية التي يتم تطويرها داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية. ولنكون صرحاء، لا توجد معلومات كافية حول هذا الصاروخ، لكنه يبدو كصاروخ جو. الأمر الآخر أنه لا يزال في إطار النماذج الأولية التعليمية، إلا أن التصميم الذي ظهر به الصاروخ أثار الكثير من الاهتمام. لكن الأهم من الصاروخ نفسه هي الرسالة، فالجزائر تعمل منذ سنوات على تطوير قاعدة صناعات عسكرية محلية، والحمد لله اليوم نقوم بصناعة بنادق هجومية من طراز كالاشنيكوف، وبنادق زاستافا ام 21، وبنادق قناصة، ومسدسات من طراز كاراكال. كما قام الجيش الجزائري بتطوير وتحديث بعض المدرعات وتجهيزها بصواريخ كورنيت، من بينها ناقلة الجند المدرعة BTR-80، وكذا صناعة طائرات بدون طيار، وصولا إلى صناعة الأنظمة الإلكترونية بالشراكة مع الألمان والذخائر المختلفة. بالمختصر، هناك حركة ومحاولة من الجيش الوطني الشعبي لبناء قاعدة صناعات عسكرية خفيفة. بالعودة إلى صاروخ بنبولعيد، أظن أن المهندسين الجزائريين استنسخوا شكله من شكل الصواريخ التكتيكية الحديثة، مع هيكل انسيابي ورأس أمامي مصمم بعناية لتقليل مقاومة الهواء وتحسين الأداء الديناميكي أثناء الطيران، وهو ما يعكس فهما متقدما لمفاهيم تصميم الذخائر الصاروخية لدى الجيل الجديد من الضباط والمهندسين العسكريين الجزائريين. فقط نعطلهم فرصة. ويبقى صاروخ بنبولعيد واحد مؤشرا مثيرا للاهتمام على توجه الجزائر نحو تعزيز الاعتماد على الخبرات الوطنية وبناء قدرات محلية قد تلعب مستقبلا دورا أكبر في تطوير التكنولوجيا العسكرية الجزائرية. تقبلوا خالص تحياتنا، ولا تنسونا من دعمكم بالإعجاب والاشتراك. قناتكم قناة منتدى الدفاع.